بنروح بعد كده للخبر. كان في النهارده وقفه مدرسي الازهر. الحقيقه انه العشرات من العاملين بعقود مؤقته تظاهروا النهارده وطلبوا الدكتور سمير رضوان وزير الماليه بانه ينفذ وعوده. كان سبق وقال انه يتم تثبيت الاشخاص وخصوصا بعد ما مر على تعاقدهم 3 سنوات، الا انه الحقيقه كمان في ايضا الوعد ده كان مفترض انه خرج ايضا على لسان رئيس قطاع المعاهد الازهريه. والحقيقه المتظاهرين النهارده قالوا انه شيخ الازهر رد عليهم على الوعد وقال ما فيش تثبيت وهو ده اللي عندنا. وبالتالي المتظاهرين النهارده كانوا في وقفه، والحقيقه ان المظاهره حصل فيها مشاكل لانه شهدت اطلاق نار من جانب الشرطه عشان تحاول في محاوله لتفريق المتظاهرين اللي حاولوا منع اعضاء مجمع البحوث الاسلاميه من الدخول. وقامت المشيخه باستدعاء الامن المركزي اللي قام بتفريق المتظاهرين والقبض على 4 منهم للتحقيق معهم. عموما هنعرف تفاصيل اكتر من خلال التقرير، نشوفه ونرجع مره ثانيه. كان اصدر لنا بيان او قرار ان كل من مضى عليه 3 سنوات في الازهر هيتثبت، ولكن ده طبعا ما حصلش. كان المفروض نتساوى بالتربيه والتعليم اللي حصل لهم قرار تثبيت بعد ما خلصوا الكادر. اللي امتحن معانا الكادر في 20/11/2009 اتثبتوا وخدوا الكادر باثر رجعي، على العكس بقى احنا لا اتثبتنا ولا خدنا الكادر. احنا مش طالبين اي حاجه غير ان احنا نثبت ونتساوى بالتربيه والتعليم، وعشان خاطر احنا بقى لنا 6 سنين شغالين وكل شيء يطلبوا مننا طلبات مالهاش اي لازمه ولا اي قيمه. احنا ناس كلنا معانا مؤهلات عليا ودخلنا دبلومات تربويه وعملنا اي سي وكل اللي بيطلبوه بنعمله وما فيش اي حاجه يعملوها لنا. ان كل من مضى عليه 3 سنوات اتثبت وتم تعيينه. نحن الازهر اكثر من 5-6 سنين، اقل واحد فينا هنا 4 سنين. انا بنتكلم اقل واحد 4 سنين، واخدين الاي سي دي ال، واخدين الكادر، واخدين التربوي، واخدين المواد الشرعيه اللي هم قالوا عليها. كل ده بنتكلم ان احنا الكلام ده دلوقتي اتبعت القرارات كلها للتنظيم والاداره. احنا اتصلنا بالتنظيم والاداره، التنظيم والاداره قال الازهر ما بعتش حاجه. امبارح طلع قرار من وزير التربيه والتعليم بتعيين 72,000 متعاقد من اللي اجتازوا الكادر الاسبوع اللي فات. يعني اجتازوا الكادر الاسبوع اللي فات وانا مجتازه بقالي 1.5 سنة وما تعينتش وما تعاقدتش. قرارات بالنسبه للتثبيت الكلام ده استفاد بيه اللي هم في التربيه والتعليم. دلوقتي القرار اللي هو رقم 2 لسنه 2011 اللي هو بعد الثوره، الكلام ده اتثبت بيه حوالي 400,000 موظف ما عدا موظفي الازهر. ليه بقى؟ مش فاهم. احنا دلوقتي متعاقدين. معنى متعاقد ان الازهر دلوقتي ان المدرس الازهري متعلم بالقلم الرصاص كده، بالقلم الرصاص. يعني اي موجه يدخل عليه خلاص يا عم مش عاجبك العب مع الاسد، يا عم مش عارف ايه روح روح. اي موجه، اي شيخ معهد، اي حد بالسلامه. نداءات وجهها العاملين من المعاهد الازهريه للتثبيت بدون شروط، اعتمادا على قرار رئيس الوزراء بتعيين من مر عليهم اكثر من 3 سنوات تعيين دائم. اشرف عبد الوهاب لصفحه جديده.